السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل كيكة شوكولاتة حلوة جدا. هنعمل لها النهاردة هي تبقى زي الجاتو شاتو. هنعمل مع بعض بقى الأول صوص الشوكولاتة وبعدين على طول هنعمل الكيكة. هقول لكم بقى المقادير بتاعتنا. حاطة نص كوباية من الكاكاو الخام ونص كوباية من بودرة الآيس كريم، آيس كريم الشوكولاتة، وبحط لها نص كوباية من اللبن، ربع كوباية من الزيت عشان بيديله لمعة حلوة، نص كوباية من الكريمة، ونص كوباية من السكر البودر. دي كل المقادير بتاعة الجنيش. هحط بقى كده السكر البودر الاول وبعدين هنحط معاها الكريمه الخام دي بتبقى من غير سكر. انتوا بقى ايه حابين تجيبوا الكريم شانتيه عادي تمام هتبقى حلوه. وبعدين هحط الايس كريم واحط الكاكاو واحط اللبن كله كده مع بعض، وهنقلب بس تقريبا ونشوف هتحتاج لبن تاني ولا لا، واحط كمان معاها بالمره الزيت. اقلب بقى ايه تقريبا حلوه كده. انا طبعا ما حطيتش الكاكاو كله، هشوف احتاج تاني كاكاو ولا لا. احط لها كمان شويه كده. الصوص ده بيبقى حلو جدا بصراحه في الكيكات. هنحطه على الكيكه من فوق لما تطلع، هنحط عليه كريمه تقيله كمان ونعملها زي الكريمه اللي بنحشي بيها التورت، حلو جدا. بصوا بقى عامل ازاي. نضيف له كمان شويه من اللبن عشان هو بدأ يتقل. بصوا بقى حلوه ازاي، وكمان اللمعه بتاعتها بتبقى جميله جدا لما بنحطها على الكيك. انا طبعا اول ما اطلع الكيك وهي سخنه كده هنسقيها بيها. احطها بقى كده في اي بقى كب عندنا، لان انا هشتغل الكيك مكانها على طول، حتى عشان لو فيها شوكولاته ولا حاجه. واحنا كده كده هنعمل كيكه شوكولاته تاخدها يعني. مقادير الكيك بقى بتبقى عباره عن كوبايه من السكر، نص كوبايه برضو من الكاكاو، نص كوبايه من الزيت، بيضايه حاطه لها بيضايه واحده، وبعدين كيس بيكنج باودر او معلقه كبيره. وبعدين لازم كيكات الشوكولاته بنحط لها بيكنج صودا، فانا حاطه لها ربع معلقه من البيكنج صودا. وبعدين بنحط فانيليا ورشه ملح، وهحط كوبايه من اللبن. انا هضاعف دي فهتبقى كوبايه من اللبن، وهحط كوبايتين ونص من الدقيق. هنحط بقى في البوله اللي احنا اشتغلنا فيها، هنحط بقى السكر واحط البيض وهنحط معاهم الفانيليا والملح. وكمان لو عندنا زبادي بقى هتبقى حلوه جدا، بتديها طعم حلو بالذات في كيكات الشوكولاته، وكمان بتبقى هشه جدا. بس انا ما عنديش فاكتفيت النهارده باللبن. احط كده شويه من الزيت في البدايه، هديها تقليبه. انا هشتغل كمان بالسباتشولا، مش هشتغل بالمضرب ولا اي حاجه، وممكن كمان بالويسك عادي يعني. تقليبه بسيطه كده. بس احنا خدنا كمان كل اللي كان في البوله، لان احنا كده كده هنشتغل في الشوكولاته بس. هحط بقى كمان شويه كمان من الزيت. يفضل بالزيت بالذات نحطه تدريجي يعني. هحط الكاكاو، وكمان الكاكاو والدقيق يفضل ننخلهم علشان ما يعملوش تكتلات. احط اللبن، ممكن كمان تحطوا الدقيق مع الكاكاو هتبقى حلوه. بس انا لما بدوب الكاكاو كده مع اللبن والزيت والبيض خلاص بحس ان هو امتزج حلو. ممكن ندخلهم مع بعض برضه لو احنا عايزين الدقيق يتغلب يعني الكاكاو كله. هحط بقى كده الدقيق، البيكنج باودر والبيكنج صودا، واحط اللبن، واحط كمان بقيه اللبن بقى اللي احنا كنا هنكمل بيه عشان تبقى كوبايه كامله من اللبن. نحطها كده برضو ايه، نحتاجنا لقينا العجينه تقيله معانا هنحط تاني. بصوا بقى السمك بتاعها حلو جدا. خدت كوبايه من اللبن وخدت بقى كوبايتين ونص من الدقيق. سمكها جميل جدا. بصوا القوام ده حلو، لا تقيله ولا خفيفه. انا مجهزه بقى القالب البطانه بالدقيق. هنحطها بقى وانا مشغله الفرن على 180 درجه، مشغلاه من قبل ما ابدا على طول اشتغل في الكيك علشان تتفاعل مع الكيك اول ما احطه وترتفع على طول. بصوا بقى الكيكه بتاعتنا طلعت من الفرن. طبعا الشكل ده الدقيق اللي احنا كنا مبطنينها بيه، بس صراحه طلعت شويه كتير. بص اكنها ديكور لوحدها. انا اعمل فيها ايه بقى؟ طبعا لو انتوا عايزين تعكسوها اعكسوها. انا احب افحر لها شويه كده علشان الصوص الشوكولاته يعني ايه يتخللها كده كده.
لو انتوا عكستوها على الناحيه التانية ممكن نعملها. انا عملتها معاكم قبل كده في القناه، عملتها فتحتها خالص زي الكب كيك، كانت طالعه برده شكلها حلو جدا وكانت بالكريمه، فكانت لذيذه جدا. بس انا النهارده هسقيها بقى بصوص الشوكولاته كده. طبعا ده هي يعني هيختفي تماما. ده كده هنقلل احنا طبعا من الدقيق خالص كده. بصوا حلوه جدا، منتهى الروعه. وكمان يفضل طبعا تكون لسه طالعه من الفرن سخنه علشان الشوكولاته تسيح عليها زي ما انتم شايفين كده. بصوا حلوه جدا. لو احنا حابين بقى نحطها على اي شبكه سلك تحتيها اي طبق او صينيه تنزل الشوكولاتات الزياده دي، نحطها عشان الشكل بس ايه العام. بس انا دلوقتي هشيل كل الزياده من الشوكولاته دي كده. طبعا كله بيحب الشوكولاته كتير، فانا ايه هحطها كلها. لو حابين بقى تحطوا كريمه او تحطوا زي ما انا عامله كده، ده بشر شوكولاته، هنحط كده بس بشكل حتى عشوائي كده. اهي كده حلوه جدا، كمان بتديها يبقى كمان طعم اقوى من الشوكولاته اللي احنا حطيناها. اهي منتهى الجمال. بصوا بقى هقطعها لكم كمان من جوه عشان نشوفها مع بعض. طبعا هي سخنه، يفضل ايه نسيبها لما تبرد خالص. ايه رايكم بقى؟ احلى قطعه جاتوه، ممكن كمان تبقى زي تورتايه في عيد ميلاد، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. بصوا الكيك بتاعنا ناجح ازاي، حلوه جدا، ان شاء الله تعجبكم. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.